باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لكل شدة ثق إن إلهك يسوع المسيح بيشعر بك وسوف يستجيب، وهتلاقي الحل. يسوع موجود، هيدبر لك الأمور وهيبعت لك الفرح، وقلبك هيتراضى والمشكلة هتتحل. إيده القوية هتتدخل والصعب هيبقى سهل، واللي نفسك فيه هيتحقق قدامك. فانتظر عمله الرائع معه، ثق فيه وفي تعويضه. سيريحك إلهك من كل أتعابك، لأنه عنده حلول كتير وما عندهوش مستحيلات. هيبعت لك الخير، هيفرج همك ويفرح قلبك. استعد يا ابني لبركة كبيرة جايالك، وكل الأمور هتكون لصالحك ولخيرك. اوعى تيأس أو تخاف أبدا، ده ربك يسوع المسيح معاك دايما. هيفتح لك الأبواب وهيرزقك بالخير كله، ويفك ضيقتك وهيراضي روحك ويسكن وجع قلبك. هيفاجئك بمفاجأة غير متوقعة، بس انت قول من قلبك يا رب. ومهما كانت الضيقة قل له أنا مسلم لك حياتي وواثق إنها لخيري. جايز ما تفهمش تدبير ربنا، لكن اوعى تفتكر إن تدبيره ده مفهوش خير ليك. ده ربك بيحبك جدا. بطمنك يا ابني، لو انت بتمشي في سكة طويلة ومش لاقي نتيجة، أو بتكون نتيجة ضعيفة وبتتعب وبتشقى وما بتوصلش للي انت عاوزه، ربك يسوع المسيح هو الوحيد حاسس بيك وبتعبك وحزنك. هيرضيك محبة راحة وفرحة، هيدبرها لك من سكة أقرب، وهتفرح بتدبيره، وستعلم إن هذا التأخير كان للخير. ده ربك بيحبك وهيتصرف في كل حاجة شغلاك وتعباك وهلك نفسيتك. ربنا عينه عليك باستمرار، هيرفع عنك الهم والضيق وهترتاح جدا. هيحفظك في كل خطواتك من المخاطر والمخاوف، هينجيك منها وهيديك سلام وقوة تنجحك. اللي جاي هيستجيب وسيعطيك كل اللي بتكلمه عليه. يتأنى وعندما يعطي يدهشك في عطائه، فيخلق من ضعفك قوة ومن حزنك فرحة كبيرة. اطمن يا ابني، كل شيء يسير في صالحك. حتى لو شعرت بغير ذلك فثق، رب الخير لا يأتي إلا بالخير. اللي شاء في البحر طريق قادر يغير حياتك في لحظة واحدة، ولا توجد قوة على الأرض تمنع ما سمح به الرب لك. ده قوة ربنا يسوع المسيح قادر على صنع عجيب في حياتك، ولكنها تنتظر إيمانك. فدع كل همك عليه وافرح بما أنت فيه، لأن طير السماء وتناقق الحقل يخبرونك إن إلهك أبيك يهتم بأصغر تفاصيل حياتك. بطمنك، سيريحك من تعبك وانزعاجك. اوعى تخاف أو تقلق من اللي جاي. يسوع المسيح إله السلام جنبك، هيملأ قلبك بالسلام والفرح والاطمئنان، وخزائنه لا تنتهي ولا تفرغ أبدا. فكن واثق في تدبيره وحكمته، فيضم جراحك ويشفي قلبك ويزرع الضحك على شفتيك. اوعى تفقد رجائك فيه، ثق انه لا ينساك، ولكن بيحسب لشيء جديد يغير به حياتك للأحسن بكتير. أنت لا تدري المستقبل أو ماذا يكون، ولكنك تدري أمرا واحد، هو إن هو المستقبل في يد إله حكيم وقلب محب. حتى إنه لم توجد حلول بشرية، يكفيك يد الله تعمل، وهيعديك من الصعب والمستحيل اللي انت خايف منه. هيفرحك بطريقة ما تخطرش على بالك. إلهك إله المستحيلات. اطمن، هيستجيب إذا كنت تؤمن أن يسوع المسيح صلب على الصليب ومات وقام في اليوم الثالث حسب الكتب. اكتب آمين.